معنا الدكتور أحمد عادل مفتش الآثار ومعنا الدكتور أحمد عامر مفتش الآثار والخبير الأثري. صباح الخير دكتور أحمد. يعني صباح الخير على التقديم وعلى كل السادة المشاهدين. صباح الخير على حضرتك وعلى الإعجاز الهندسي اللي بيعمله المصري القديم في الحضارة التي لم تكتشف بعد حتى الآن كامل أسرارها. كلمنا عن أهمية تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني، وبالإضافة كمان للثلاث تماثيل الموجودين آخرين ولكن بيتعامد على وجه رمسيس الثاني. يعني خلينا الأول نتفق ونوضح للسادة المشاهدين إن ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني هي ظاهرة فلكية فريدة غير ناطقة، ولكنها لا تحدث فقط في معبد أبو سمبل، بل تحدث في 14 معبد وأثر على مستوى الجمهورية، بداية من العصر المصريين القدماء مرورا بالعصر المطلبي مرورا بالعصر المسيحي. في 14 معبد يا فندم؟ في 14 معبد في معبد يا فندم. طبعا 14 معبد، منهم معبد حتشبسوت، معبد الكرنك، معبد جيبس بالواحات الخارجه، معبد قصر قارون بالفيوم، معبد ابو سمبل. كل هذه المعابد بتتعامد عليها الشمس. كنيسه الملاك ميكائيل طبعا بالشرقيه بتتعامد الشمس على المذبح نفسه. ده بيحصل طبعا بتوقيتات مختلفه في طوال ايام العام. لكن واحنا بنتكلم طبعا على وجه الملك رمسيس بالتحديد، ان بتحدث هذه الظاهره مرتين كل عام، مره يوم 22 اكتوبر ومره يوم 22 فبراير من كل عام. لحد هذه اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها ما حدش يعرف السبب في تعامل الشمس بصفه عامه على كتله علومات المعابد المصريه، وبالتحديد على وجه الملك رمسيس الثاني. ومعلوم ان الشمس بتتعامد على وجه الملك رمسيس الثاني مره يوم ميلاده ومره يوم تتويجه. المعلومه دي خاطئه، لان احنا كمتخصصين لحد هذه اللحظه ما نعرف ان يعني يوم ميلاد الملك رمسيس كان امتى ولا يوم تتويجه بالحكم كان امتى. احنا عارفين السنه، لكن الايام بالضبط ما حدش يعرفها. واحنا بنتكلم عن هذه الظاهره بالتحديد، يتوافد يعني الاف السياح الى معبد ابو سمبل لمشاهده هذا التعامد اللي هو طبعا بيستمر لمده 20 دقيقه على وجه الملك رمسيس الثاني، بالاضافه كمان الى الثالوث المقدس امون ورحمه ورمسيس. ولكن بتيجي عند الاله بتاع لا تتعامل الشمس عليه، باعتبار ان الاله بتاع اله الظلام عند المصري القديم، فالمصري القديم ادرك هذا الامر، لذلك لا تتعامد الشمس عليه. واحنا بنتكلم طبعا عن هذه الظاهره، هنجد ان مدخل معبد ابو سمبل من خارج يحرسه 4 تماثيل ضخمه للملك رمسيس الثاني وهو جالس، ويزيد طبعا ارتفاع كل تمثال حوالي يعني 20 متر. وهذه الظاهره لما بتحدث طبعا بتقوم باختراق اشعه الشمس طالات المعبد الذي تمتد بطول حوالي 60 متر وصولا الى قدس الاقداس، وتضيء تمثال الملك رمسيس الثاني الى جانب تماثيل الاله امون ورحمه ورختي اللي طبعا قدسها المصري القديم. وفي نفس الوقت واحنا بنحكي عن هذا الامر بنقول ان الشمس نفسها هذه الظاهره طبعا تم اكتشافها او رصدها عام 1874 عندما رصدتها طبعا المستكشفه ايميليا ادواردز والفريق المرافق لها هذه الظاهره، وقامت بتسجيلها في كتابها المنشور عن 1899 بعنوان 1000 ميل فوق الميل. وتبقى هذه المعجزه في ان يومي تعامد الشمس مختاران ومحددان بدقه وقبل عمليه النحت نفسها. وطبعا مع هذا الامر يستلزم معرفه باصول علم الفلك وحسابات اخرى كثيره لتحديد زاويه الانحراف لمحور المعبد عن الشرق، بجانب طبعا المعجزه في المعمار نفسه بان يكون المحور مستقيم لمسافه اكثر من 60 متر. وطبعا لا سيما ان المعبد نفسه منحوت في السقف. في فتره الستينات طبعا المعبد كان تعرض للغرق يعني بنسبه كبيره جدا، وكانت اصلا زي التعامل كانت تحدث مرتين، يوم 21 اكتوبر والمره الثانيه كانت يوم 21 فبراير. ولكن مع نقل المعبد بالضبط وتقطيعه بالكامل ونقله لمكان يبعد عن المكان الاصلي 500 متر لانقاذه من الغرق، تغير هذا اليوم من يوم 22 اكتوبر. في نفس الوقت المتحف المصري الكبير اللي بيوجد طبعا بتمثال الملك رمسيس الثاني اللي كان موجود في ميدان رمسيس، برضه نجح الخبراء ان هم يخلوا كمان الشمس بتتعامل عليه برضه يوم يعني يوم 22 اكتوبر يوم 22 فبراير، ولكن في نفس الوقت مش 26 دقيقه صباحا، لا بتبقى حوالي زي الساعه 2 الظهر. لكن في معبد ابو سمبل بتتعامل الشمس لمده 20 دقيقه، بتبدا من 26 دقيقه صباحا. في المتحف المصري الكبير يا فندم دقيقه صباحا، وفي المتحف المصري بتبقى الساعه 2 الظهر؟ نعم سابق يا فندم مظبوط. طب يا فندم حضرتك قلت ان الشمس بتتعامد ايضا في 14
معبد، ولكن هي في التاريخ ده على معبد ابي سمبل. اشمعنى يعني معبد ابي سمبل اللي احنا عارفينه اكتر حاجه، لكن ما بيبقى مش ما فيش داعيه لتعامد الشمس في ال 14 معبد التانيين؟ على فكره انا عايز اقول حاجه مهمه جدا، بيحصل تعامد الشمس على كتر الناس في كثير من المعابد المصريه، وحاجه كان في تعامد بيحصل في شهر ابريل وفي شهر مارس وفي شهر في سبتمبر كان الشهر الماضي، وعندنا كمان في شهر ديسمبر القادم ان شاء الله. ناس العلماء طبعا معظمهم رافضوا هذه الاحداث، قال الجهل الفصل يعني بس بتبقى يا اما حاجه هامه جدا في حياه الملك او حاجه خاصه جدا بحياه المسلمين دينيا، لكن او حاجه خاصه ايضا بالقنوات الشتويه المرتبطه بفصول الشمس عند او فصول المصريه القديمه اللي هم الثلاث فصول اللي هو الانقلاب الشتوي والانقلاب الربيعي، ديت مثل هذه الامور، لكن كحاجه موثقه 100% نقدر نقول مثلا بسبب ظاهره معينه، ما فيش معبد ذكر هذه الظاهره حتى هذه اللحظه، ما فيش مثلا مرضيه، ما فيش اي اثر ذكر عليه سبب عمل الشمس على وجه الملك رمسيس او على اي معبد تاني، لكنها تحمل حاجات المصري القديم ما كانش بيعمل الحاجه تصبح، المصري القديم كان عنده حاجه اهميه بالغه جدا ودقيقه جدا في حسابات علم الفلك، وده موجود وموجود في كل الاثار المصريه القديمه، لكن ايه السبب في هذه الزياره لحد دلوقتي ما يعرفش، لكن من الوارد جدا في الايام القادمه او السنين القادمه بنحتاج في سبب هذه الظاهره بالتحديد، يعني عندك صفر كثير من الاثار اللي تؤكد لنا المعلومه او تنقل لنا معلومه جديده لتعامل الشمس على قصه او داخل المعابد المصريه القديمه وامتدادها للعصور التاليه اللي هي العصور البطلميه والعصور المسيحيه. دكتور احمد، عايزه اقول لحضرتك ان لحد دلوقتي يعني الحمد لله الاثار والسر الهندسي اللي بنى بيه المصري القديم لم يكتشف بعد كاملا زي ما حضرتك قلت. ده كلام سليم طبعا، ده كلام سليم ده حضرتك ذكرتي، لان برضه لحد دلوقتي برضه الاهرامات، الهرم خوفو يظل معجزه من معجزات عجائب الدنيا السبع، لحد دلوقتي ناس كثيره مش عارفه كيف بني هرم خوفو، في نفس الوقت هل هو كان مقبره ام حاجه ثانيه خالص، برضه الموضوع اصبح حاجه محيره زي يعني علم التحنيط او مخزون للطاقه. هناك كثيره من الحضاره المصريه لم تكتشف بعد. شكرا يا فندم، بشكر دكتور احمد عامر الخبير الاثري ومفتش الاثار. نكمل